السلام عليكم، مرحبا بكل متابعين شان لمتنا في كوجينتنا. ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم كالعادة مش نحضروا مع بعضنا وصفة مزيانة ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. بالنسبة للوصفة متاع اليوم وكما ريتوها من العنوان مش نعملوا المقروض. لهنا المقروض فما برشا انواع. لهنا اليوم مش نعمل انا مقروض هذاك الصغير اللي لهنا يتباع عند الفطايرية في رمضان، وهذا المقروض يعني يلقى برشا اقبال في رمضان، خاصة القهوة والا للتاي بعد شقان الفطر ان شاء الله. دونك لهنا انا حبيت نعطيكم الوصفة هذه، انا جربتها قبل ونجحت معايا، لذا من المستحسن انكم تتبعوها. بالنسبة للكيل متاع الوصفة متاعنا والمكونات متاع الوصفة متاعنا، هو خذيت لهنا سميد ارطب. السميد الارطب خذيت زوز كيسان، لهنا كيلت بالكيس هذايا اللي هو كيس ديوراليكس فيه 100 مليلتر. خذيت كيس فارينة وخذيت كيس سميد متوسط. به لهنا بالنسبة للملاحظة متاع السميد المتوسط، هو السميد اللي نفتلو به العولة، اللي نعملوا به الكسكسي يعني ونخدموا به المحمص، هو الكسكسي هذايا اللي هو يسمى متوسط. بالنسبة للسميد الارطب هذايا هو السميد اللي نخدموا به الخبز متاع الطابونة. لهنا حبيت نوضح لكم المعلومة هذه باش ما تقعدوش حايرين في اما سميد نستعمل وفي اما نوع نستعمل. اشريوا الصبة، راهو الصبة ارخص نوع يعني اللي يتباع في الحوانط ولا يتباع في المغازات، الكيلو ب 450 ملي. لهنا بالنسبة للزيت مش نستعمل كويس زيت، ومش نستعمل رشة ملح، رشة صغيرة ملح. لهنا تجمو تستغنيوا عليها، اما انا حطيتها طبقا للوصفة الاصلية اللي خدمت بها. عندنا بالنسبة للكركم خذيت ملعقة صغيرة كركم. بالنسبة للفارس، والا قبل ما نتعداو للفرش نسيت ما قلت لكمش اللي انا باش نعمل ملعقه صغيره خميره حلويات. كالعاده نستعمل الخميره هذه العروسه من احسن الانواع نتاع الخميره. ملعقه صغيره للكميه هذه الكل. الملعقه الصغيره هي الملعقه الصغيره بالكل، راهي ماهيش نتاع القهوه الكبيره تنوريها لكم. ولهنا مش نستعمل الفرس. الفرس هذايا عندي اتمر نهار اللي لحيته لهنا راني لحيت معاه الجاجلين وهو مفوح بقشور الليم فقط، لكن انا لهنا مش نزيد عليه شويه قرفه وشوش ورد هذوما مخلطين مع بعضهم، جوست حطيتهم باش نوريكم انا بعديك كيفاش باش نخلطهم. ولهنا خذيت جاجلين ابيض نمشي نزين به المقروض متاعي. وبالنسبه للشحور خليته يطيب. الشحور هو الطريقه متاع العاده اللي تظهر لكم من فوق سبق وانا قدمتها، اللي هي كيلين سكر كيل ماء ومغرفه سيترون، خليوه يطيب ما يقارب 20 دقيقه حتى نتحصلوا على شحور مزيان. ونتعداو توهيك لطريقه التحضير. اول حاجه بالنسبه للتخليط متاع المزيج متاعنا، اول حاجه نصب السميد الارطب المتوسط والفارينه وقرصه الملح والكركم، مش نزيد عليهم. بالنسبه للخميره كما قلت لكم لهنا مش نستعمل ملعقه صغيره جدا. مش نحركهم الكل مع بعضهم. بسم الله. كالعاده يدينا يكونوا نظاف، اغسلوهم بالصابون العربي والا خذوا البرودوي نتاع التعقيم. نخلط الميلونج الكل هكا مع بعضه. لهنا بالنسبه للزيت اللي عندي راهو زيت دافي شويه، يعني الزيت لهنا كيف نستعملوه دفيته ومن بعد صبيته في الكيس باش نوريكم الكيل. مش نصبوا دفعه واحده، مش نصب النص نتاع الكيس، مش نحرك بشويه بشويه كيف من هكايا. ولهنا راهو بالنسبه للفطايريه كيف يخدموا كميه كبيره، يعني الاغلب انهم يخلطوا بالماكينات ما يبسوش هكايا بيديهم، على خاطر هما كيف يخدموا يعني يخدموا بكونتيتي كبيره. كيف الوصفه هذه بالنسبه للناس اللي تخدم تجموا تعتمدوها في المشاريع نتاعكم. بالحق راهي اكزاكت، وكالعاده راهو الوصفات الكل راهو اي حاجه نعطيها لكم. شفتوا الكيس قديش خليت منه، ظهر لي اللي هو تبسس وسبع، معناتها كيس ناقص تقولوا نتوما اقل من ربع بشويه. نزيد نوضح لكم هكايا. نكمل نحرك الكل. وعلى فكره راهو الوصفات كي نعطيكم الوصفات هكايا راهم بالتدقيق، يعني كيف نعطيكم الميزان ونعطيكم الكيل والله العظيم بكل مصداقيه، يعني مانيش راني لا نزيد ولا ننقص ولا نعطيكم في حاجه كيما نقولوا احنا خياليه والا لا. والمنتوج كيما تشوفوا يجي اكزاكت ومزيان. دونك لهنا هذايا تو بعد ما بسستو كيما الكل مع بعضه، هذه العمليه تسمى التبسيس هكايا.
باش نخليه لهنا سويعتين من زمان ولا 3 سوايع. تنجموا حتى مثلا تبسوه من بكري يعني، ولا تبسوه في الفجر وتخليوه اللي مش تخدموه في بقية النهار. دونك لهنا مش نغطيوه ونخليوه كيما قلت لكم سويعتين ولا حتى 3 سوايع، ومن بعد نكملوا الوصفة مع بعضنا. بعد ما خليت الميلونج اللي عندي لهنا يرتاح، تويكا باش نبدا نحضر البات نتاعي. بسم الله. لهنا بالنسبه للماء قلت لكم باش نستعمل الماء الدافي. دونك لهنا بالنسبه للزياده نتاع الماء باش نبدا نخدم هكا بالكونتيتي، يعني مانيش باش نخدم الخليط كامل مع بعضه. يعني مثلا البارتي هذه كيف من هكا، حاولوا لهنا ما تزيدوش برشا ماء. هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه راهو المقروض بصفه عامه ما يتعلقش، يعني انه كيف باش نخدموه بصوابعنا هكا، ما حناش باش نعلكوه كيف الخبز. لهنا باش يجينا المقروض يجي مبسس ويجي خفيف. دونك لهنا سبق وانا قدمت طريقه المقروض نتاع المقروض نتاعنا اللي هو المقروض الاسمر. الوصفات ما يبعدوش برشا على بعضهم. لاحظتوا كيفاش نخدمها؟ نبدا باللي قدامي بشويه بشويه، ومن بعديك نزيد هكا شويه من الجناب. وديما كيف نخدم لاحظتوا لي اعتبارا قاعد نلمت في البات، اما قاعد نلمت فيها بصوابعي مانيش قاعد نعلق فيها. دونك باش نبدا نزيد الماء. بالنسبه للماء كما تلاحظوا زدت المره الاولى وزدت المره الثانيه، ما تكثروش برشا الماء باش يجينا المقروض مزيان وما يجيش يابس ويجي هكا مبسس، يعني كيما بون لما حاله ما نقولوش كيما نتاع السوق، ان شاء الله يجي خير من نتاع السوق. دونك باش نكمل نلمد البات بتاعي بالطريقه هذه، باش نعاود نخليها ترتاح لهنا بالباهي حتى سويعه من زمان، ومن بعد نبدا نخدم. تو كيف نجيو نخدموها نلقاوها اللي هي البات ارتاحت، ونلقاوها زاده اللي هي مبسه بالحق كيما تلاحظوا ريتوها اللي انا راني لعلقت لا حتى حاجه. كاو عملت كيما هكا لميت البات. به نعطيكم معلومه، تجموا تحطوها في دي ساشي. اذا كان عندكم ساشيات نتاع الكونجيلاسيون هيكم الساشيات الغذائيين يبداو نظيفات، حطوهم في دي ساشي باش البات نتاعنا ما تشرش. تويكا باش نبدا نخدم المقروض اللي عندي. دونك بالنسبه للبات لهنا حاولت اني نخدمها كيما وريتكم بعد ما ارتاحت. يعني اذا كان تحب نعاود نوريكم معناتها بالتفصيل. لهنا ناخذ شويه بات ونخدموها بالطريقه هذه كيما تلاحظوا الماء نتاعها، يعني كيف تشوفوها انتم تقولوا هكا مكبوسه شويه، اما هي راهي تعطي الطوع على طويل. انت ما تخدم بصوابعك بالطريقه هذه باش تحاول انك تتلمد البات، ما نعلكوش هكايا خاطر راهو المقروض من بعديك يرمينا العلك وما يجيش مزيان. به دونك لهنا كيما نلاحظوا نخدموه بالطريقه هذه كيف من هكا، ولهنا من بعديك نحلو هكايا في وسط المقروض اللي عندنا، ومش نحط لهنا التمر بالطريقه هذه هكا. ومن بعد مش نبداو نسكروه، نحاولوا نضغطوا عليه كيما هكايا، ومن بعديك نسكروه هكايا بالباهي. راه هذه احسن طريقه واسهل طريقه، يعني حتى بالنسبه للمبتدئين. يعني راهو ما تحيروش، انزلوا بصبع وسكر بصبع اخر كيما خدمتها زاده في نفس الطريقه. بالنسبه للناعم اللي هو زاده كيف مقروض ابيض لكن طريقته تختلف. تظهر لكم تويكا زاده طريقه الناعم من فوق، ونبداو نخدموا المقروض نتاعنا. بسم الله. نجودوه بالباهي على خاطر المقروض هذاك ماهوش كبير برشا. وين تلقاو هكا مثلا بلاصه هكا فيها فريس حاولوا استويوها باش من بعديك ما يتحللناش في القلي. نكملوا نريوه كيما هكايا. تويكا بسكينه حاده باش نقص كعيبات المقروض. بون هما لما حاله ما يتقصوش خشين برشا، مش يكونوا كيف من هكايا. بسم الله. راه نقصوهم عشوائيا يعني بدرجه ما تتخيلوهاش في بالكم. مي انا لهنا كنخدم هكا بشويه فينيس وشويه نظام. دونك هذايا ريتو هذا المقروضات الصغيرات. دونك نكملوا نخدموهم الكل بنفس الطريقه. هذاك المقروض الصغير اللي يتباع، عاملهم صغيرات راهم بعديك في الكوشه مشي بون في الكوشه قلت بعديك في القلي مشي يخشانوا. دونك نكملوا نقصوا بالطريقه هذه حتى نكملوا الكميه اللي عندي الكل.
تويكا سخنت الزيت اللي عندي، حطيت كعبة باش نراه سخن ولا لا. دونك تويكا باش نبدا نحط كعيبات المقروض. بسم الله. دونك الفطايريه راهو كي يحطوا ما يحطوش بالطريقه هذه، يحطوا يعني كونتيتي كل على بعضها، فهمت امانه. وكان نخدم هكايا كيما قلت لكم بشويه بشويه حتى نكمل نحط الكميه اللي عندي الكل ونخليها تتقلى. بالنسبه للزيت لهنا عمل لي هذيك الكشكوشه الصغير على خاطر راني سبقت وانا قليت فيه امس، زاد مقروض بالطريقه هذه للكليونت. دونك باغراف الزيت مازال جديد ما يسالش ما يقلقش. بالنسبه للنار ما تخليوش نار قويه برشا وما تخليوش نار ضعيفه باش المقروض ما يشربش الزيت. لهنا نعطيكم زيادة معلومه بالنسبه للشحور. هذه الشحور اللي حضرته لهنا كما قلت لكم، تو زاد تلقاو الطريقه في صندوق الوصف. الشحور ما تعملوهاش عاقد برشا، فهمت؟ اوكا الفايده الكولون نتاعو يكون هكا ذهبي باش المقروض يجي تنجمو تاكلوه، خاصه انا ما نجمش ناكل الحاجه اليابسه، دونك هكا يساعدني خير. تو المقروضات نتاعنا تحمروا كما نلاحظوا، كما تشوفوا الكولور نتاعهم راهو مش الكولور الاصلي بالطبيعه. نحاول نوضح لكم هكايا، يجيو الكولور نتاعهم دوري، مش باش نحمرهم برشا كما يحمروهم الفطايريه. نعطيكم لي زاستيس الكل. وبالنسبه للهنا انا مش نحط ديريكت في الشحور. هذايا الشحور نتاعي راهو لازم يكون معناتها ديفي شويه، ماهوش بارد كومبليتمون، خاطر اذا كان باش نحطو بارد كومبليتمون بعديك مانجمش باش نهز المقروض. دونك لهنا معناتها او نجم نشد نجم نشد الطنجره، يعني يكون في درجه عاديه. هنا نعطيكم لي زاستيس اول باول. لازم يكون الكولور نتاعهم دوري، راهو من بعديك كيف باش نحطوهم في الشحور مش يزيدوا يغمقوا. وتويكا مش نهز نحطهم في الشحور. بسم الله. تو يتكملوا يتحمروا في الشحور بالباهي بالباهي. لهنا تويكا باش نقص الغاز على القليان، وهذوما نحاول هكايا نغطسوهم هكا شويه في العسل. كيما تلاحظوا نحب الكولور نتاعهم هكا دوري. بون ممكن مش باش يظهر لكم، نزيد نقرب لكم هكايا شويه. بسم الله. الكولور نتاعو نحبو هكايا دوري، ما نحبوش غامق برشا، خاطر كيف يولي غامق برشا راهو توليو ما تنجموش تاكلوه. دونك لهنا بالنسبه للشحور مش يقعد، راهو يقعد تقريبا 10 دقائق لهنا حتى يتشبع بالعسل بالباهي. كي نحكي لكم على الريحه ما شاء الله بنينه برشا، وصدقوني يعني هذه معناتها شغل الروح للروح يعني، وشغل النفس للنفس. ما نسحقوش انه ناخذه من السوق، وديما راهي تبدا حاجه السوق يخدموا على بعضه، وتبدا حاجه الدار خير بالباهي. دونك هذوما تمشي نكملوا يقعدوا في العسل كيف هكايا، ومن بعد باش نقيمهم نخليهم في صفي ونرش عليهم الجلجلان الابيض. الجلجلان الابيض يكون منقي. انا حمرته شويه في الفور، معناتها خليت الفور يخدم 5 دقائق، خليته في بلاتو دخلته للفور، ومن بعد خرجته ديريكت مشي نرشوا على المقروض، ونوريكم ان شاء الله المقروض في صحن التقديم. وهذا المقروض متاعي بعد ما حضر وحطيته في صحن التقديم، ما شاء الله جاء مقروض مزيان برشا وبنين برشا. الريحة يعني تقول قاعد في فطايري. بون لكن الريحة هنا هي ريحة مزيانة برشا، ريحة العطرشية، ريحة القلي، وهذيك التكتيكة متاع الجلجلان. بالحق يعني الموزايك هذه تعطيني حاجة مزيانة برشا. الوصفة ناجحة 1000%، يعني بدون أدنى شك. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وكالعاده اللي يزورنا اول مره ما ينساش باش يخلي ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوه لي نوتيفيكاسيون في الفيديوهات الجدد. بالنسبه للناس اللي تبيع راهو السوم نتاع المقروض هذايا الكيلو تقريبا 10 ولا 12 دينار، يعني يطيح الخير والبركه.
وان شاء الله ربي يسر الاقسام للناس الكل. كيف اللي يحب زاده مجمل الوصفات اللي قدمتها بالنسبه لوصفات التقطير، بالنسبه لوصفات الحلو، راهو الكل تجموا تجمعوهم، تجموا تخدموا بيهم. يعني انا نعطيكم لوكي ونعطيكم زاده بصمه الثقه ولا عربون الثقه بالنسبه للوصفات هذه. راهو يعني هي وصفات اصليه نخدمها يعني كيما تشوفوا بالتدقيق وبالتفصيل معاكم بدون ادنى شك. دونك لهنا انا حبيت نوريكم الانتيريور نتاع الكعبه، كعبه المقروض. لهنا ماشي نحاول اللي انا نقصها قدامكم خير، يعني كيما تشوفوا اللي هي متشربه العسل مزيانه، حتى هكايا الفارس يعني اتمر ما خرش، كيما تلاحظوا ما شاء الله يلمع وبنين برشا. يلا نخليكم والسلام عليكم، ان شاء الله عباشركم مبروكه.